سنتين على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد، لكنه تذوق طعم الألقاب المحلية والأوروبية والعالمية. زين الدين زيدان أسطورة الريال كان لاعبا وبدأ يتحول إلى أسطورة كمدرب أيضا، وفي وقت وجيز بعد أن توج بلقب ثاني للسوبر الأوروبي على التوالي. زين الدين زيدان أو المدرب الذي بدأ ملكا داخل قلعة الميرينغي. رحلة صيد الألقاب الكبرى استهلها رجل المناسبات الكبيرة منذ أن تسلم زمام أمور ريال مدريد. فالرجل الذي كان أفضل لاعبي العالم على الإطلاق تحول في ظرف قصير إلى واحد من أفضل مدربي العالم. موهبته في التكتيك على دكة البدلاء فاقت مواهبه في المراوغات داخل الميدان. سرعة زيزو النهائية نحو التتويجات جعلته يقتنص لقب كأس السوبر الأوروبي من أنياب مورينيو وفريقه مانشستر يونايتد. أرقام زيدان القياسية تعددت في وقت وجيز، فالرجل الذي لم يكمل سنتين كاملتين في الإدارة الفنية للريال حاز 6 ألقاب لحد الآن. باب التاريخ الشاسع دخله زيدان حين توج مرتين على التوالي بأعرق الألقاب الأوروبية دوري الأبطال، ثم كأس العالم للأندية، ولقب من ذات بوابة المجد عبر حيازة لقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية على التوالي. تاريخ زيزو الحافل كأسطورة لكرة القدم وأسلوبه المرن مع نجوم الفريق وغرفة تغيير الملابس المستقرة ثم دهاؤه التكتيكي كان وقوده نحو الألقاب. زيدان عرف كيف ينقل سحره الكروي إلى لاعبيه في الميدان حين وضع ثقته في لاعبين صغار وبدلاء غيروا كثيرا نتيجة المباريات الحاسمة. أما رونالدو نجم الفريق الأول وأسطورته الحالية فيدرك جيدا أنه يتعامل مع واحد من أروع من روضوا المستديرة على الإطلاق، فحينها كان الضون يافعا يشاهد نجومية زيدان الساطعة من التلفاز. قصة الأسطورة زيدان مع منصات التتويج بدأت منذ كان لاعبا، وها هي تستمر معه كمدرب وقد لا تتوقف ما دام أن زيدان الملك يتربع على عرش واحد من أفضل الفرق في العالم. وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة عبر زين الدين زيدان عن سعادته بهذا التتويج، مؤكدا أن فريقه متعطش للمزيد من الألقاب، ومضيفا أن الموسم المقبل سيكون شاقا وما عليهم سوى التركيز على الانتصارات. أعتقد أن لدينا فريقا متعطشا للفوز يريد دائما المزيد من الإنجازات. كانت المباراة جيدة للغاية، خاصة الشوط الأول كان مذهلا. عانينا بعض الشيء في النصف الثاني، ولكن من الطبيعي أن يحدث هذا في مباراة نهائية. أعتقد أنه لو تمكنا من تسجيل هدف ثالث عبر غاريث بيل لكانت المباراة حسمت، ولكن ما حصلنا عليه هو فريق متعطش للفوز والألقاب. الموسم المقبل سيكون طويلا وشاقا، وهناك العديد من الفرق التي سترغب في الفوز علينا. ما يجب علينا فعله هو تحقيق الانتصارات فقط. أعرب سيرخيو راموس نجم ريال مدريد عن سعادته لتحقيق اللقب، مؤكدا أن ريال مدريد كان قويا رغم الإرهاق الذي كان يعاني منه الفريق. أعتقد أن عندما تكون النتيجة في صالحك وتتبقى دقائق قليلة والخصم ليس لديه ما يخسره ويندفع إلى الهجوم، ونحن كنا مرهقين ولكن عرفنا كيف نصمد ونصد هذه الهجمات. أعتقد طوال المباراة كنا أقوياء، وأن تبدأ المباراة وأنت فائزا أعتقد أن ذلك شيء مهم. أعتقد أن اليوم تغلبت كرة القدم الجيدة ونحن سعداء جدا لاحتفالنا باللقب الأول. Maíz o